مطالبة قطرية واسعة من أمير قطر بمكافأة المنتخب المغربي مكافأة مالية ضخمة بعد التأهل التاريخي على حساب الماتادور الأسباني لدور الثمانية كأفضل إنجاز عربي في التاريخ. بس بما إن وصلك الفيديو وصلت لحد هنا، انزل اعمل لايك واشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان ندخل بعد 80,000 مشترك في أسرع وقت. شفنا كلنا مع بعض احتفال أمير قطر الجنوني وفرحته الهستيرية بتأهل المنتخب المغربي لربع النهائي. الراجل ده يا جماعة كل ما بيحضر مباراة للمغرب المغرب بتكسب حقيقة، يعني وشه حلو جدا على المنتخب المغربي في قطر، وفرحته القوية ديت بتأهل المنتخب المغربي بتدل على مدى حبه للمملكة المغربية. ومش هو بس ده، العائلة المالكة كلها كانت بتحتفل بفوز المنتخب المغربي وكأن المنتخب القطري هو اللي تأهل. ما يقوم به المنتخب المغربي أساسا حاليا في قطر يستحق كل الإشادة وكل الاحتفالات في الوطن العربي. صناعة المعجزات بيعملها حاليا وليد الركراكي مع لاعبين المنتخب المغربي اللي عايزين يعملوا حاجة في قطر. المنتخب المغربي اللي ضرب حاليا موعد رسمي مع المنتخب البرتغالي في دور ربع النهائي يوم 10 ديسمبر القادم بإذن الله. مباراة تكون قوية جدا مع كتيبة كريستيانو رونالدو اللي قدروا ان هم يفوزوا على المنتخب السويسري في دور ال 16 ب6 أهداف مقابل هدف. منتخب قوي جدا بالتأكيد، بس الحقيقة برضو المنتخب السويسري اداله اكبر من حجمه، كانوا فاتحين المباراة تماما وبيستقبلوا اهداف ساذجة جدا ما تدخلش في اي منتخب. المنتخب السويسري هو اللي اظهر لينا المنتخب البرتغالي بالشكل دوت، لكن الحقيقة هتلاقي المنتخب البرتغالي في نفس قوة المنتخب الاسباني ويمكن اقل كمان. كل التوفيق باذن الله للمنتخب المغربي الممثل العربي والافريقي الوحيد في كأس العالم، وتخطي المنتخب البرتغالي والتأهل لنص النهائي باذن الله. وبكده يكون وصلنا لنهاية الفيديو. لو وصلت لحد هنا ما تنساش تعمل لايك وتشترك في القناة وتفعل زر الجرس